بيت ربي في بيت ربي هكا تعمل بناء. واقع المساجد اليوم في تونس، مساجد من فضاءات للعبادة إلى بوق للدعايات الحزبية وخلق الفتن والتحريض على القتل. عدد كبير من المساجد خارج إطار سيطرة وزارة الشؤون الدينية، وخاصة بعد تناقض التصريحات بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية حول العدد الحقيقي لهالمساجد. هذا الكل يخلينا نحكيو على الخطر اللي يحدق بالمشهد الديني وبالخطابات الدينية المقدمة. فما هو عدد الحقيقي للمساجد الغير مسيطر عليها؟ ما نوعية الخطب اللي تقدمها؟ وهل من خطط لوزارة الإشراف لتحييدها؟ وزارة الداخلية صرحت مؤخرا حول وجود 380 مسجد تحت سيطرة التكفيريين والمتطرفين، وفاجأتنا وزارة الشؤون الدينية أنه العدد هالمساجد يعد بالعشرات وما يتجاوزش 50 مسجد، ومن ثم يتراجعوا الوزارتين ويصرحوا أنه ما عندهمش العدد الحقيقي لهالمساجد، وهذا لأثار بلبلة ومخاوف عديد من أهل الاختصاص. سيدنا الوزير السابق فهمتني يقول 54، المستشار نتاعو الصادق العرفاوي يقول 115، علي اللافي المستشار نتاعو زاد يقول 85، فما تضارب في الأقوال من قبل. أنا أميل إلى تصديق وزارة الداخلية باعتبارها أكثر جهة يعني ذات اطلاع على ما يجري في البلاد وعلى ما في البلاد من مشاحنات ومن يعني تجاذبات، لأن وزارة الشؤون الدينية من صالحها أن تغطي على الحقيقة. وزير الداخلية يقول معناها عندنا، قال في البيان نتاعو 380 مسجد معناها خارج السيطرة، وسيد الوزير منير تليلي تابع الشؤون الدينية قال فما 150. نحن في اللجنة الرصد نتاعنا عندنا 219 مسجد خارج السيطرة. اليوم الحقيقة كاملة أنه هي 180 مسجد خارج السيطرة. اليوم الوزير الحالي قال أنه هو تمثل منها في الخطورة هي 150 فقط، الباقي أنه هو بالإمكان التعامل معها والاستجابة. فما ناس لاباس عليها يبني مسجد ويتكفل هو بخلاص الإطارات المسجدية خارج وزارة الشؤون الدينية. يعني فوضوي هكذا. فوضوي، هو يبني مسجد في داره ولا مسجد ويخلصك الإطار الديني هذاك، وفي نفس الوقت الإمام هذاك يدعي ليه يحب عليه هو. التحريض على القتل والتكفير والدعوة للجهاد في سوريا والتسلح وإقامة الشريعة كلها خطب اليوم نبعت من منابر عديد المساجد، وخاصة اللي في الأحياء الشعبية كما مسجد حي النزهة ومسجد النور اللي أصبحوا مخازن للسلاح وبؤر للتحريض على قتل الناس وغيرها. أصبحوا واقع مرير اليوم يعكس خطورة على أمن البلاد والعباد. الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآية هذه اللي غالب ما ناش قاعدين تبقوا فيها في تونس الحال. المسجد الآن يعني أصبح فوضى، أصبح كما يقولوا فيها تجاذبات يعني سياسية كبيرة جدا، وهذا يتنافى مع سماحة الإسلام. من أحكام المساجد نحو 72 حكم للمسجد في الإسلام، 72 حكم ما فيهاش حكم واحد معناها يتضمن وجود مسجد واحد كمصدر من مصادر الفتن أو مصدر من مصادر يعني إحداث البلبلة في البلاد. للأسف هذا هو الواقع الحالي. اليوم ثم ناس تحاول أنه هي الإبقاء على هذه الفوضى لوصول لحالة التعفن ووصول لحالة استثمار. هذه وصلنا رينا منها دعوة التكفير، دعوة للجهاد، دعوة ولت منابع لكل الإرهاب. فما مساجد فيها معناها التكفيريين، فيها معناها الإرهابيين، فيها معناها حتى سلاح، فيها ناس تتزوج، ناس تطلق. ما ناخذ من هنا لما تحسمش يقدر وانت تسوي
الاتهامات والتشكيات حول مسجد الزيتون المعمور بعد ما تداولت معلومات حول خروجه عن سيطرة الوزارة. توجهنا يوم القيام بروبورتاج لمزيد التوضيح حول هالحادثة، إلا أنه المكلف بالإعلام صلب إدارة الزيتون الجديدة منعنا، وهذا كان رده. انت لازم تكتب مطلب فهمت في الحكايه هذه ومرحبا بك، ما نقول لك حتى شيء، فهمت قصدي ولا؟ ما نرجعلوش معناتها مساتك. صعيب اليوم. عليه؟ صعيب اليوم صعيب، فما ادمنستراسيون مش بالضروره جماعه فما تريد فما حاجه موجوده في الرائد الرسمي الاداره والتعامل مع الادارات. فما حاجه في الرائد الرسمي هابطه وامور قانونيه معناها مش هيك. فما قضايا مرفوعه. قضايا نحكيو باستقلاليه جامعه الزيتون. نحكيو في استقلاليه جامعه الزيتون. استقلاليه جامعه الزيتون فما قضيه معناها الحين القضيه اللي هو جامعه الزيتون مستقل. هذه بروتوكولات يستعمل فيها يستعملونها وبهرجه فارغه. عمره مشايخ جامع الزيتونة والهيئة العلمية في جامع الزيتونة لم تكن بهذه المظاهر الكاذبة. هذه مظاهر كاذبة، هذه مظاهر يريد أصحابها من ورائها أن يفرضوا يعني برستيج، يعني بروتوكول لأنفسهم، وأن يفرضوا مظاهر لأنفسهم خداعة كاذبة. المشهد الديني منذ الثورة على هالحال دون أي تغيير، وحتى بعد تعدد الوزارات والاستراتيجيات، لكن اليوم لابد من وقفة حزم لكل أشكال العنف والتطرف بالمساجد، فهل من قرارات صلب وزارة منذر تليلي.